سعيد صالح كان فعلا ابن بلد زي ما كان بيحب الناس تنادي عليه باللقب ده، وفي الوسط الفني كانوا بيقولوا عليه ملك الخروج عن النص. سعيد صالح من مواليد 31 يوليو سنة 1940، وكان واحد من أهم نجوم الكوميديا في مصر وصاحب مشوار مسرحي كبير. لو عايز تعرف حاجات جديدة عن سعيد صالح خليك معايا واسمع الفيديو ده. حصل سعيد صالح على ليسانس الآداب بجامعة القاهرة سنة 1960، واكتشفه حسن يوسف وقدمه للمسرح، وكانت أول مسرحية لسعيد صالح هالو الشلبي. بعدها على طول قدم المسرحية الشهيرة وهي مدرسة المشاغبين، ودي بالذات اللي خلت الجماهير تعشق سعيد صالح. سعيد صالح قدم كمان العيال كبرت مع نفس فريق العمل بدون عادل إمام، وحققت نجاح مماثل لنجاح مدرسة المشاغبين، لتتوالى أعماله المسرحية بعد ذلك، وحقق نجاح كبير من خلاله، وأصبح صاحب تجربة مسرحية فريدة، وقد كان معروف عنه الخروج عن النص. سعيد صالح قدم ما يقارب من 500 فيلم، وكان بيعتبر نفسه أكبر الممثلين اللي قدموا أعمال سينمائية، حيث كان إنتاج السينما لا يتجاوز 1500 فيلم، وهو ما جعله يتباهى بتقديمه ثلث أعمال السينما المصرية من بدايتها. الدراما التلفزيونية بالنسبة لسعيد صالح لم تكن الأقرب لقلبه، وده اللي كان بيخليه يعتذر عن العديد من المسلسلات اللي كانت بتعتبر من علامات الدراما التلفزيونية، وده علشان ارتباطه بالمسرح وحبه الشديد له، وده كان سبب اعتذاره عن مسلسل ليالي الحلمية، واللي حل مكانه الفنان صلاح السعدني. سعيد صالح رفض تقديم مسلسل السقوط في بئر سبع واعتذر عنه في بداية الأمر، إلا أن التلفزيون المصري كان ليه مديونية تجاه سعيد صالح، فعرض عليه أن يقوم ببطولة المسلسل مقابل إسقاط المديونية، وده اللي خلاه يوافق، لكنه حذف جمل عديدة على لسان الشخصية أثناء التصوير. الفنانة ميمي جمال قالت عنه في تصريحات صحفية أن سعيد صالح أجمل إنسان في الدنيا، إنسان قلبه أبيض وطيب وخلوق، فنان محترم عن حق. ومش بس كده، قالت كمان أطيب الناس وكريم جدا، ما يعرفش البخل في العواطف أو الماديات أو الحياة، واللي يتعامل معاه كان لازم يحبه. أما هند بنت سعيد صالح قالت خلال لقائها ببرنامج المصري أفندي اللي بيقدمه الإعلامي محمد علي خير على قناة المحور: والدي هو اللي اكتشف محمد رمضان سنة 2005، علشان وقتها بابا كان بيقدم مسرحية، وحاول رمضان الدخول للمسرح وقت البروفات، لكن الأمن منعه وافتعل مشاكل وقتها، والصوت كان عالي. بابا لما سمع صوته قال للأمن سيبوه يدخل، ووقتها بابا عمل له اختبار ونجح في النهاية، وحصل على دور بالعرض في نفس اليوم.